أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز. أنا بشر عامر عبد الظاهر. نحن لا ندين أحد ولا أي عهد من العهود، نحن نذكر فقط حتى لا تقع الأجيال القادمة في نفس الأخطاء. ولولا حرية الفكر والديمقراطية التي نمارسها حاليا لما خرج هذا العمل إلى النور. الأصوات بوابة للذاكرة، جملة موسيقى واحدة قادرة تنقلك زمن تاني، توديك مكان ما بقاش موجود، توريك شخص، تشممك ريحة، تعيد لك لحظة قديمة كاملة كأنك ما عشتش غيرها. لكن إزاي قدرت التترات تكون جزء أساسي من ذاكرة المصريين؟ هو ده السؤال اللي هحاول أجاوب عليه النهارده. مساء الفل. بشكل شخصي ما عنديش اي بلاي ليست ممكن تخلو من اغاني تترات المسلسلات، لا على اللابتوب ولا الموبايل ولا في العربيه. يبدو تعلق مرضي طبعا، بس انا قابلت ناس كتير في حياتي كده. بفتكر صديق ليا مخرج مسرحي، كنا ايام الجامعه لما نعوز نشتغل في المسرحيات ياخدني بالعربيه نلف ونسمع اغاني التترات كمصدر للالهام ليه. لا والاغرب ليا صديقه الانبوكس بتاعنا كله عباره عن اغاني تترات مسلسلات نادره. المهم اني دايما كنت بفكر ليه اغاني التترات قدرت تحقق كل التاثير ده في قلوب المشاهدين، تاثير بيقدر يتجاوز احيانا العمل الدرامي نفسه. ولاني في سن صغير في الجامعه كنت محتاج اكتب اغاني المسرحيات، فكان بالنسبه لي المرجع الاساسي هو التترات. وعشان كده احتجت من بدري قوي افهم هي ازاي اتعملت وليه. وعشت كتير وقتها افكر ازاي الزمن كان له حكم على الاختيارات الفنيه اللي بيختاروها في عمل زي تتر مسلسل. خليني اشرح لكم اكتر قصدي ايه. اتفضل يا حسن. التلفزيون المصري بدأ بس سنة 60، وبدأ معاه موجة مهمة من المسلسلات المتنوعة اللي كانت جذابة جدا وحققت نجاح كبير للمشاهدين. في الوقت ده كان وجود تتر عليه اسامي كرو العمل شيء بديهي واساسي، وزي اي حاجه بتتطور جينا في اخر السبعينات بدات موجه كده من ان ممثلين العمل يبداوا يغنوا بنفسهم هم التترات، والحقيقه الموجه دي كانت ناجحه جدا. ويمكن البدايه كانت مع مسلسل نجم الموسم بطوله هدى سلطان ومحمد رضا اللي غنوا التتر بتاعه، وهتلاقوا الكلام ده موجود بالتفصيل في مقال كتبه احمد مجدي همام واحمد محسن على موقع رصيف 22، مقال مهم جدا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. الشكل ده من التترات فضل شغال يمكن لحد اخر الثمانينات، ويمكن كمان لحد النهارده شغال. لكن النقله الحقيقيه فعلا بتحصل سنه 79 لما بيتقابل اتنين من العمالقه اللي بيأسسوا فعلا الفن ده. الاتنين دول طبعا هم عمار الشريعي وسيد حجاب. الاتنين دول لما اتقابلوا كل واحد فيهم لقى اللي ناقصه عند التاني. حين التقينا أدرك كل منا أنه بحاجة إلى الآخر، هو جملة المزيكا اللي أنا بدور عليها وأنا الجملة الشعرية اللي هو بيدور عليها. لما سيد حجاب قعد مع عمار الشريعي كان عندهم وجهة نظر إن كل أغاني التترات اللي اتعملت قبل كده هي مجرد شكل زخرفي أو جمالي يخص المسلسل، لكنه مش من نسيج العمل الدرامي نفسه ولا جزء أصيل فيه. فاكرين من شوية لما قلت لكم إن أنا كنت بفكر في السياق الزمني اللي حكم اختيارات فنية معينة؟ خلينا نتخيل كده إن إحنا كنا قاعدين مع عمار الشريعي وسيد حجاب وهم قاعدين بيحطوا القواعد الأساسية للفن ده، وخلينا نحاول نفهم اختياراتهم للفن ده كانت على أساس إيه. الوقت ده ولا يخفى على أحد إن القنوات التلفزيونية كانوا قناتين بس، وطبعا عدد المسلسلات المعروضة كان أقل بكتير جدا من اللي بيتعرض دلوقتي. مش عايز أكبر نفسي يعني، بس كتير مننا حضر المرحلة دي والأسرة كلها بتتلم عشان تتفرج على مسلسل سوا. وبما إن مفيش قنوات تانية ولا يوتيوب ولا منصات ممكن نعيد عليها مشاهدة في وقت تاني، ومفيش طبعا سكيب انترو ولا اكس 2، فاحنا هنا قدام احتمال واحد بس. الاحتمال ده بيقول ان الاغنيه اللي هتتعمل دي غالبا هتتسمع كل يوم بعدد حلقات المسلسل. وفكر كده معايا يا صديقي ايه شكل الاغنيه اللي ممكن تكون مسليه وجذابه عشان المشاهد يسمعها كل يوم. لا ومين اللي هيسمعها؟ معظم افراد الاسره المصريه بمختلف طبقاتها وثقافتها. لو فكرنا مثلا في اغنيه التتر على مستوى الكلام الشعر، وحطينا كده قصادنا اختيارين، الاغنيه دي تبقى خفيفه وكلامها بيتلقط بسهوله من مره واحده ويكون يعني بسيط ومستهلك وشبه الاغاني المين ستريم في الوقت ده، ولا تبقى اغنيه فيها قدر من الفلسفه والدراما وفيها طبقات من المعنى تناسب مستويات تلقي مختلفه. لو رحنا بقى للشكل الموسيقي، تبقى خفيفه كده وستايل توزيعات سريعه شبه المزيكا الموجوده وقتها، ولا تبقى مزيكا فيها خطوط شرقي كتير وفيها قدر من الطرب يخليك عايز تسمعها اكتر من مره؟ متهيألي هنا الاجابات واضحه جدا. حتى شكل الغنى والالحان كانوا فيها محتاجين اصوات طربيه قويه. سيد درويش طبعا، كامل الخلعي طبعا، حسن ابو لغد، علي تقدر تأدي ألحان ممتعة وفيها مساحة غنى كبيرة تناسب فكرة الراوي اللي بيحكي حدوته درامية أو بيتكلم عنها.
الاختيارات طبعا ما وقفتش هنا، لان الموضوع ما كانش بالبساطه دي، كمان في اختيارات كانت تخص الشعر. وسؤال مهم بيقول هنتكلم عن ايه في العمل الدرامي؟ يعني نتكلم عن الشخصيات الرئيسيه باسمائهم وتفاصيل الحدوته بتاعتهم ويبقى الموضوع اكثر خصوصيه للعمل الدرامي، ولا نحاول نتكلم عن التيمه الدراميه بشكل اكثر عموميه؟ ومتهيألي ان الاختيار ده بالذات كان مرتبط دايما بطبيعه العمل الدرامي نفسه، لكن الاختيار ده كان في الغالب في توازن بين خدمه العمل الدرامي بشكل خاص والكلام والتامل في الحاله العامه او التيمه الدراميه بتاعت المسلسل، اللي طبعا ممكن تمس اي حد حتى لو ما شافش المسلسل. وتامل معايا كده يا صديقي: بحلم وافتح عينيا على جنه للانسانيه والناس سوا بيعيشوها بطيبه وبصفو نيه. تهيألي كلام بسيط ممكن يمشي على اي حاجه، لكن هتلاقي مثلا في كوبليه تاني في نفس التتر: لا المال ينور طريقي ولا البنون بل ريقي، عملي في حياتي رفيقي في وقفتي الاخرانيه. يعني هتلاقي في جزء من الاغنيه حاله عامه جدا، وجزء تاني حاله خاصه جدا بتفكرك بالكور بتاع المسلسل. وتخيل معايا ان ده كان كل يوم بيتعرض في تتر نهايه المسلسل، يعني كل يوم بيبقى فيه زي الارم كده بيفكرك هو احنا هنا عايزين نقول ايه، وايه التيمه الدراميه اللي احنا عايزين نتكلم عنها. وعندك بقى اختيارات متعدده بالكور، زي مثلا هنتكلم هنا على لسان البطل ولا هنكلم البطل، هنتكلم بلساننا كلنا كمجموع ولا هنخاطب الناس كلها، هنسأل أسئلة نفكر فيها كلنا سوا شبه العمل الدرامي، ولا ممكن نطرح حلول في التتر. اختيارات كتيرة جدا فضلت مفتوحة وساهمت في تنوع كبير جدا للتترات. باللي اتكلمنا فيه ده كله نقدر نفهم انه كان بالبلدي كده الاختيارات كلها مايلة ان الأغنية دي تكون أغنية تقيلة، أغنية دسمة على مستوى الشعر وعلى مستوى الألحان وعلى مستوى الغنى كمان. فكان الطبيعي جدا إن أهم أسماء في الحاجات دي هم اللي اشتغلوا في صناعة التترات. في الشعر سيد حجاب، عبد الرحمن الأجنودي، أحمد فؤاد نجم. في الألحان ياسر عبد الرحمن، عمار الشريعي، عمر خيرت. حتى لما كنا بنخرج عن الأسماء دي كنت بتلاقي أسماء تقيلة تانية زي جمال بخيت، إبراهيم عبد الفتاح، فؤاد حجاج. وفي الالحان بتلاقي راجح داوود، ميشيل المصري، واسماء كتيره جدا كلهم عمالقه في المجال بتاعهم. وفي الغنى طبعا علي الحجار كان المتصدر دايما، ومحمد الحلو ومدحت صالح وانغام. حتى المطربين اللي مش معروفين قوي كان كلهم اصوات بديعه زي حسن فؤاد وعاصم فوزي. من الاخر كده يعني اكتر ناس موهوبه وتقيله في الصناعه دي هم اللي اشتغلوا في التترات. اللي فات ده جاوب بشكل جزئي عن ليه اغاني التترات قدرت تاثر فينا وتعشش في قلوبنا كده، بس طبعا ما جاوبتش الاجابه الكامله. في رايي الشخصي كان في ميزتين كبار قوي قدروا يدوا الدفعه الاكبر للفن ده. الميزه الاولى هو اختلافه، اغاني مستقله مختلفه عن المين ستريم اللي بيتقال في الوقت ده، مواضيع دراميه جديده مشحونه بعاطفه وفلسفه وتامل في الحياه وحال البني ادمين والناس، مع موسيقى وغنى كمان غايه في الرقي والجمال ومش شبه خالص اللي بيتقدم في السوق. وفي الوقت ده كان في جيل جديد في المين ستريم لسه بيحاول يشق طريقه وينفلت من عبايه الغنى القديم. الميزه الثانيه المهمه جدا هي الأعمال الدرامية نفسها. سيد حجاب لما بيتكلم عن الفترة دي كان بيقول إن كان في فريقين بيقدموا الدراما، فريق قديم بيقدم دراما معتمدة بشكل كبير على ميلودرامات متنوعة والميلودرامات دي حققت نجاح كبير جدا، وفريق تاني كان شايف في التسلية طريق للتنوير. ودي المدرسة اللي كان بينتمي لها سيد حجاب مع مجموعة كبيرة تانية من المخرجين والكتاب زي يحيى العلمي وابراهيم الصحن ومحمد فاضل ونعم محمد علي واسماعيل عبد الحافظ وعلي دندعانه وتوفيق علي وليله جامده قوي سعادتك. وطبعا في الكتاب محفوظ عبد الرحمن واسامه انور عكاشه وطابور طويل جدا جدا من المصريين المبدعين المثقفين. الفريق الكبير ده كان شايف ان هو بيعاكس التيار السائد من التردي الثقافي والفني وقتها. والله سيد حجاب قال كده. ازاي يا جدع الله العظيم اللي مش عارف. وعشان كده الدراما قدرت وقتها تكون تعبير حقيقي عن الشارع المصري والناس البسيطه فيه. الدراما وقتها فعلا كانت بتطرح مشكلات حقيقيه جدا المجتمع بيعيشها، قضايا اجتماعيه وعاطفيه وسياسيه. هتلاقي مواضيع زي الهويه المصريه، عمل المراه، التكافل الاجتماعي، العلاقات بين الراجل والمراه بشكل عام، المثاليه في مواجهه الواقع، ومواضيع كتير تانية مهمه جدا. وجوده الدراما العاليه دي ساهمت بالتاكيد في ارتفاع قيمه التتر. أنا بشوف إن النظر للتترات من خلال السياق الزمني بتاعها مهم جدا، لأنه ببساطة لما السياق ده حصل واتغير قدام شوية كل حاجة معاه اتغيرت، وشكل التتر اللي احنا اتعودنا عليه اختلف كتير قوي. وطبعا فكر سيد حجاب وعمار الشريعي كان هو حجر الأساس للفن ده. وتعالوا كده ناخد بصة على شكل كلمات الأغاني والاتجاهات الموسيقية مثلا سنة 96. هتقولي اشمعنى سنة 96؟ سنة 96 نقدر نقارن فيها بين أعمال كتير لصناع مختلفين في اتجاهات فنية مختلفة. السنة دي على مستوى الغنى الكوميرشال مثلا كان في حدث مهم وكبير جدا،
ألبوم نور العين للفنان عمرو دياب، وانطلاقه نحو العالميه وترسيخ جديد لشكل الاغنيه المصريه الحديثه. في نفس السنه دي كان عمنا سيد حجاب بيكتب تتر مسلسل مين اللي ما يحبش فاطمه. وخد بالك احنا هنا بنتكلم ان في نور العين كان كلام حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، كلام في غايه البساطه، بينما يجي سيد حجاب في تتر المسلسل يكتب خليط بين كلمات العاميه والفصحى بشكل ملحمي وغريب وجديد تماما على ودن المستمع. فيبدا التتر بيقول بين ريح وامواج متلاطمه واسود غطيس وصف الرنان. دي تعويذه دي ولا ايه يا عم سيد؟ ثم بكل حنان يكمل بسؤال استنكاري، مين اللي ما يحبش فاطمه لو فاطمه طاقت نور وحنان. وكانه هنا بيحكي لك عن العالم المتوحش بره، وبيستخدم معاه كمان الفاظ مكلكعه ومتوحشه شويه، بينما لما يجي يتكلم عن فاطمه تحس ان الكلام بقى بسيط وهادي، وكأن فاطمه هي اللي بتيجي تغير العالم المتوحش ده وتحوله لعالم جميل. فمين يعني اللي مش هيحب فاطمه؟ مش محتاجه حاجه يعني. المهم ان التتر في الوقت ده فضل ماشي على نفس القواعد والمنهج اللي اسسوه، وده لانه رغم انتشار شكل موسيقي تاني خالص في المينستريم الا انه فضل السياق الزمني بتاع عرض المسلسلات وشكلها زي ما هو، وبالتالي فضل شكل تتر المسلسل تقريبا زي ما هو. بس مش ده بس اللي حصل سنه 96، ربما يكون كمان في حدث مهم جدا لكن حصل في الخفاء شويه، وهو التقاء 2 من صناع التترات اللي هيبقوا بعد كده ليهم شأن كبير جدا فيه، الشاعر أيمن بهجت قمر والموسيقار محمود طلعت، اللي بيعملوا أول تتر ليهم مسلسل من العيار التقيل، مسلسل الوتد عن رواية الأديب الكبير خيري شلبي. ولما تشوف وقتها كلام أيمن بهجت قمر للتتر هتلاقي نفسك برضه قدام شاعر تقيل، رغم إنه وقتها كان صغير جدا عنده 22 سنة بس. لكن دلوقتي محتاجين نسأل السؤال الأهم، إمتى التترات بدأت تفقد رونقها والتأثير بتاعها كده؟ وإمتى القواعد اللي أسسها رواد الفن ده بدأت تتغير وتاخد أشكال تانية؟ لو رجعنا بالزمن شوية هنلاقي النايل سات بدأ بثه مرة في سنة 98 ومرة في سنة 2000، ومعاه طبعا بدأ انتشار القنوات الفضائية في كل البيوت المصرية، وطبعا بالتبعية كان في تغيرات كتيرة في شكل الفن والدراما وبالتالي التترات. لكن معانا كمان بعد سنة 2000 10 سنين لحد ما نشوف تغيير واضح وحقيقي في الفن ده. فلو بصينا مثلا على التترات من سنة 2000 ل 2010 هنلاقي فيه أعمال عظيمة جدا. عندك مثلا أوبرا عايدة، أميرة في عابدين، الأصدقاء، كناريا، الحقيقة والسراب، هيما، شرف فتح الباب، المرسى والبحار، وكل دول لسيد حجاب بس. الناحية التانية هتلاقي كمان لأيمن بهجت قمر مجموعة كبيرة من التترات الجميلة، إمام الدعاة، عباس الأبيض في اليوم الأسود، سكة الهلالي، العار، يتربى في عزه، بعد الفراق، أهل كايرو. وهتلاقي مثلا في الوقت ده علامة منورة من تترات الأبنودي زي مسألة مبدأ. والحقيقة لحد الوقت ده شايف إن التترات كانت محتفظة بأهم قواعدها ولسه ماشية على نفس المنهج. صحيح الشكل كان بيتغير شوية، وتحديدا الشكل الموسيقي والألحان اللي بقت بتتجه لخفة وبساطة أكتر من الملحميات المعتادة، إلا إن صناع التترات فضلوا يولوها اهتمام كبير جدا لحد الوقت ده، وصناع الدراما كمان فضلوا عارفين قيمتها وأهميتها، والناس كمان كانت لسه مهتمة تسمع التتر وتتأثر بيه. لكن متهيألي إن ده كان آخر وقت لسه التترات فيه قايمة بالدور المهم ده. 2012 بيتوفى عمار الشريعي، و2013 عم نجم، 2015 الأبنودي، و2017 سيد حجاب اللي عاش 5 سنين بعد عمار الشريعي، لكن على حد علمي ما كتبش فيهم تترات خالص. ويبدأ مع الوقت ده ومع رحيل أسطوات الصنعة اللي أسسوها، وبعد طبعا ثورات الربيع العربي، بيرحل زمن قديم كامل وبيبدأ عالم جديد كل حاجة فيه شكلها اتغير، وطبعا التغيير ده بيطول التترات اللي مع الوقت ده بدأت تبقى أقل أهمية بطبيعة الحال، والناس كمان بقى عندها رفاهية كبيرة إن هي تشوف مسلسلات بطرق مختلفة كتير مع الوقت، وطبعا طغيان الإعلانات اللي بقت أوقات بتخش على الحلقة على طول وتفوت التتر أصلا، طبعا عشان كل الناس مستعجلة ومحدش فاضي يسمع التتر، وطبعا مع ضعف الدراما وإن هي ما بقتش تأثر في الناس نفس التأثير القديم وتطرقها المواضيع أصلا ما بتهمش الناس، ابتدى كمان تأثير التتر يقل، وواحدة واحدة وصلنا إن أغنية التتر ما بقتش أصلا أغنية موازية ولا مستقلة عن المينستريم، ولا طبعا له نفس المعايير القديمة، وكمان ما بقاش مرتبط ارتباط وثيق بالعمل الدرامي، رجع زي ما كان قبل عمنا سيد حجاب وعمار الشريعي، مجرد شكل زخرفي وجمالي ودعائي أكتر منه أي حاجة تانية، وأحيانا كمان بيبقى شكل دعائي بس، يعني لا زخرفي ولا جمالي، مجرد شيء بيأدي وظيفة مش أكتر. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ودي في الحقيقة مش دعوة للتحصر على أيام الزمن الجميل اللي ما كانش يعني جميل قوي ولا حاجة، لكنها دعوة للتأمل فيه. عن التأمل، تأمل في العلم. الحقيقة ما اقدرش اقول ان ده منع بالكامل ان احنا نسمع تترات حلوة، بالعكس في تترات فعلا جميلة اتقدمت في الوقت ده. وتخيل كده مثلا لو فكرتك بواحد من انجح تترات السنين اللي فاتت، غريب الحب مين فاهمه لرامي صبري، غالبا مش هتبقى عارف التتر ده تتر مسلسل ايه،
والاغنيه دي كمان لو حطيتها وسط البوم رامي صبري غالبا مش هتحس باي فرق. وده طبعا ما ينفيش ان هي اغنيه جميله جدا، لكنها في الاخر مش شبه الفن اللي احنا اتعودنا عليه، وبالتالي اغنيه التتر اصبحت اغنيه دعائيه تنزل على انغامي، سبوتيفاي، ابل ميوزك وغيره، وتسمعها بس وقت ما تقرر تسمعها، لا وممكن تضرب وتبقى ترند بعيد خالص عن المسلسل. كمان سوق الغنى مر بطفرات كبيره جدا اخر 15 سنه، انشار البندات المفاجئ مره واحده وانطفائها بعد كده، بعدين اغاني المهرجانات والراب والتراب وانواع موسيقيه كتير خلت اكبر صناع الموسيقى في العالم العربي يمروا بحاله ارتباك شديده جدا. الطبقات صحت على بعض، السوق ما بقاش مفهوم، والترند بقى هو اللي سايق مش البرشام. دول مش عايزين نقابه، دول عايزين بوليس. كل ده طبعا اثر على صناعه التترات، فهتلاقي جنب الغنى التقليدي اللي بقى موجود في التترات هتلاقي اغاني مهرجانات، اشهرها طبعا مسلسل ب100 وش، وطبعا حققت نجاح رهيب. وهتلاقي شاهين مثلا غنى تتر مسلسل مين قال، وخلاص الفن اللي كنا نعرفه شكله ووظيفته اتغيرت. متهيالي اللي اتكلمنا فيه ده بيدي نظره عامه عن اغاني التترات والتغيير في مسارها على مدار اكتر من 40 سنه، بس لسه عم سيد حجاب ما خدش حقه من الكلام. عشان كده المره الجايه هنغوص في تفاصيل اكتر بكتير تتكلم عن سيد حجاب وكتابته للفن ده. الحديث عن سيد حجاب طبعا يطول جدا جدا، لذلك انا مش عارف حتى هنزل فيديو واحد عنه ولا 2، لكن محتاجين كلنا نتامل ازاي سيد حجاب كان عنده قدره على القراءه المذهله للعمل الدرامي، قراءه مسؤوله وفعاله. ده طبعا جنب الصنعه الممتازه المتفرده والمعجم اللفظي الجديد اللي ما تبقاش عارف ده معجم لفظي شبابي جدا ولا كلاسيكي جدا. اخيرا وبكل اسف مضطر اعمل زيهم واقول لك لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب وشير لاصحابك اللي بيحبوا التترات، ونتقابل المره الجايه ونتكلم اكتر. سلام. الحقيقه مقرفه جدا يا عبد الجبار، والغريبه انك انت لو رفضتها علشان مقرفه هتبقى مقرفه.